عايز أكلمكم النهاردة عن محاسبة النفس أو النقد الذاتي. لو عايز تعرف إيه هي أهم وسيلة لتطور الإنسان فهي النقد الذاتي. في خطوات للنقد الذاتي. أول خطوة هي ملء بنك المعلومات اللي هي غرفة التحكم العقل. لازم أدخله قيم عليا، مثل، مبادئ، أفكار سامية، لأن العقل هو اللي هيقود كل الإنسان في سلوكياته. تاني حاجة لازم يكون عندي محاسبة عادلة. يعني ايه محاسبة عادلة؟ يعني حاسب نفسي ما لها وما عليها. كمان لازم يكون عندي محاسبة دقيقة. يعني مش بس اقف قدام الامور الكبيرة واعدي الامور الصغيرة، لا بالعكس بقى، الصغيرة قبل الكبيرة، لان عادة الامور الصغيرة بتجلب بعد كده الامور الكبيرة. في قصة عايز اقولها لكم حصلت بيني وبين ابني. انا متعود احط دايما في تابلو العربية فكة، فلوس فكة، عشان التعاملات السريعة مع الناس. فمرة كان في حد عايز مني فلوس، فقلت لابني افتح التابلو وهات فلوس علشان اديها له. فهو دور في العملات اللي موجودة واختار اقدم عملة وادهاني عشان اديها له. فانا قلت له ليه بتديني دي؟ قال لي عشان دي القديمة. قلت له لا، هات واحدة جديدة، واديت للراجل عملة ومشي. وبعد ما اتحركنا بالعربية سألته ليه قررت تديني العملة القديمة عشان اديها للراجل؟ قال لي عشان هو ده الطبيعي. ايه هو الطبيعي؟ الطبيعي ان انا احتفظ لنفسي بالاشياء الجيدة وادي الاخرين الاشياء الرديئة دون المستوى. عشان كده كان لازم اقف عند موضوع العملة ده، بالرغم ان هي المثل دوت مثل بسيط. يعني ممكن العملة القديمة او جديدة سواء عندي او عنده كله هيتصرف، لكن اشكالية ان انا اعدي دوت وما حاسبش نفسي عليه هو اللي جاي. ان انا هتعود على السلوك ده، ان انا احتفظ بالحاجات القيمة لنفسي وادي الحاجات الرديئة للاخرين. كمان لازم احاسب نفسي باعتدال. يعني ايه؟ يعني لا اقسو عليها الى مرحلة جلد الذات، ولا اطبطب عليها لمرحلة التدليل. لازم اتعامل معاها باعتدال. اخر حاجة هي عدم انحراف محاسبة النفس لمحاسبة الآخرين. كتير من اللي بيكونوا دقيقين في محاسبة نفسهم بيتحول ده إلى الدقة في محاسبة الآخرين. عشان كده بتقع في فخ كبير جدا، وهو فكرة إدانة الآخرين، تقييم الآخرين، إلقاء اللوم على الآخرين. لا، افصل ما بين الاتنين. أنت مشروعك هو نقد ذاتك، هو محاسبة نفسك للارتقاء بنفسك. مش مشكلتك الارتقاء بالآخرين، ده موضوع تاني بتلجأ له لما تكون صاحب قيادة، لما يكون الناس دي داخلين في دايرة مسؤولياتك. غير كده أنت فقط مسؤول عن تطوير ذاتك. وشكرا لك.